الحكاية بتبدأ من بيت شكله هادي، عيلة صغيرة بيه. في أم اسمها نيلي، ست محترمة وشغالة مدرسة، متجوزة من راجل اسمه طارق، وعندها طفلين، واحد منهم ابنها والتاني ابن طارق من مراته الأولى اسمه يوسف. الطفل يوسف ده هادي حساس وساكت بطبعه. نيلي بتحبه وبتحاول تعامله زي ابنها، رغم إن في دايما خطوط مش باينة بين الأم الحقيقية والزوجة الجديدة، بس هي بتحاول. في يوم من الأيام وهي بتحضر لعيد ميلاد يوسف، تلاحظ تصرفاته غريبة، مش فرحان، مش مبسوط، وكأنه بيخاف من حاجة، ووشه بيبوح بحاجة مش مفهومة. في اللحظة دي كانت نيلي واقفة قدام الشباك أو الزجاج في مكان معين، وكانت بتشوف اللي بيحصل في الداخل. فجأة لفت انتباهها موقف غريب وغير متوقع. شافت وسام اللي كان شخص مقرب ليها وللعيلة، وهو بيقرب من الطفل يوسف بطريقة غير لائقة. نيلي في اللحظة دي كانت في حالة من الصدمة الشديدة، مش مصدقة عينيها. كان قلبها مليان بالخوف والذعر، وكل مشاعرها كانت متضاربة بين الخوف من الحقيقة وبين الرغبة في التدخل لإنقاذ الطفل. المشهد ده بيعرض حالة من الارتباك الشديد والصدمة بالنسبة لنيلي، اللي ما كانتش قادرة تفهم إزاي الشخص ده اللي كانت بتثق فيه بيعمل كده. هو مش بس كان شخص مقرب ليها، لكن كانت هناك مشاعر أمل في إنه يكون شخص صالح في حياتهم. لكن بعد ما شافت الموقف ده كل حاجة اتغيرت في لحظة. كان عندها خوف على يوسف، وفي نفس الوقت كان عندها صراع داخلي عميق. هل لازم تتدخل وتوقف الموقف ده ولا تعمل إيه؟ المشهد بيعكس بشكل مؤلم كيف إن الأهل والمقربين ممكن يكونوا جزء من المشهد المظلم ده، والموقف ده بيوضح قد إيه نيلي كانت في حالة ضياع ودهشة، مش قادرة تواجه الحقيقة بطريقة مباشرة. اللي بيحصل بعدها بيقلب حياة نيلي رأساً على عقب، وبتروح تتخانق مع وسام، وبيدخل طارق وبتقوله اللي حصل، وبيضرب وسام وبيغمى عليه وبيوديه للمستشفى، وبيلوم نيلي إنها مش متأكد من اللي شافته وإنه بيحضن الولد عادي. بعدها بيعتذر طارق من وسام، ونيلي كمان بتعتذر منه. لكن كل حاجة بتتقلب لما نيلي تعرف إن يوسف بيتحرش بأخوه ياسين، وبتنهار نيلي وبتستشير طبيبة نفسية، وبتقول لها لما يوسف عمل كده يبقى أكيد اتعرض لتحرش. وبتقول لطارق، وبيروح يوسف لدكتور نفسي وبيحكي له كل اللي حصل. بعدها بيقول لأبوه طارق إن وسام بيلعب معاه لعبة سر، بيعمل معاه حاجات مش طبيعية، حاجات بتخوفه، وبيبوسه بطريقة غريبة، وبينسبه من جسمه بطريقة تخليه مش مرتاح. نيلي أول ما تسمع الكلام ده بتحس قلبها بيقع، تحس إنها مش قادرة تتنفس، لأنها مش بس شايفة طفل اتأذى، لأ، دي شايفة حاجات قديمة عندها بتصحى فجأة. نيلي نفسها كانت اتعرضت لتحرش وهي طفلة من جار زمان، وسكتت لأن مفيش حد صدقها وقتها. دلوقتي هي قدام نفس الكابوس بس في شكل جديد، والكارثة إنه في بيتها على طفل بريء تحت رعايتها. الشد والجدب بيزيد بين طارق ونيلي، مش بس علشان تصديق القصة، لكن علشان اللي بيترتب عليها. هل يقولوا؟ هل يبلغوا؟ هل يفضحوا وسام؟ طب هيبقوا رد فعل الناس إيه؟ والأهم، هل هيصدقوهم أصلاً؟ العيلة بتبدأ تدرك إن المواجهة مش بس ضد الجاني، لكن كمان ضد المجتمع اللي مش عايز يعترف بالمشكلة. نيلي بتكون مصممة على كشف الحقيقة وتقديم الجاني للعدالة، حتى لو ده معناه إنها تخسر دعم ناس حواليها. في المقابل طارق بيكون متردد في المواجهة، لكنه مع الوقت بيبدأ يدرك إن السكوت هيخلي المشكلة تكبر أكتر، ويوسف لسه بيروح لطبيب نفسي. بنشوف من خلال جلساته قد إيه الطفل اتحطم، بيخاف يتكلم، بيخاف من الناس ومن النوم ومن الضلمة. كل ده وسام لسه بيظهر عادي قدام الكل، بيضحك وبيمثل إنه الشخص الطيب اللطيف. مع الوقت نيلي بتبدأ تتحول من أم شايفة لأم مقاتلة، بتروح تدور، تقرأ وتواجه وتقرر تبلغ عن وسام. الشرطة تبدأ تتحرك، لكن الأدلة مش واضحة، والطفل مش دايما فاكر التفاصيل، والناس بتبدأ تتهامس. إزاي واحدة تتهم راجل محترم زي وسام؟ الأحداث بتتطور بشكل درامي لما العيلة تبدأ تكتشف أسرار مظلمة عن الجاني وعن علاقته بالعيلة. الصدمة بتكون أكبر لما يتضح إن التحرش مش حادثة منفردة، لكن في نمط متكرر بيكشف عن خطورة الجريمة دي. المواجهة النهائية بتكون مليانة توتر،
لما نيلي وطارق يقرروا مواجهة الجاني أمام الكل وتقديمه للعدالة رغم كل التهديدات والضغوط. وفي وسط ده كله نكتشف مفاجأة إن وسام مش أول مرة يعمل كده. في ضحية تانية، طفل تاني، بس أهله سكتوا، قالوا نلمها ونسكت. فكبر الوحش اللي اسمه وسام. وبتطور الأحداث بتاخدنا بين المحكمة وجلسات الطبيب النفسي والبيت اللي بقى مليان خوف. في لحظة وبتعيط وبتقول إنها ساكتة من ساعتها وحاسة بالذنب. بتحكي بصوت واضح: أنا تعرضت لتحرش زمان من غير خجل. وبتواجه نفسها قبل ما تواجه الناس. يوسف بيبدأ يقف على رجليه في مشهد مؤثر جدا. بيبقى لوحده مع وسام بيحاول يلمسه تاني، لكن المرة دي يوسف بيبعد إيده ويزعق ويجري. أخيرا ما بقاش ساكت، وأخيرا بتجيب المواجهة الكبيرة وبتتعرض القضية وكل الناس بتبدأ تشوف الحقيقة. وسام بيبان على حقيقته والناس اللي كانت بتدافع عنه بتسكت. النهاية بتكون مليانة مشاعر مختلطة. العيلة بتقدر تحقق العدالة وتحمي ابنهم وبيتحكم على وسام بالمؤبد، لكنهم بيواجهوا الحقيقة الصعبة إن المجتمع محتاج تغيير كبير عشان يتعامل مع قضايا حساسة زي دي. المسلسل بيسيب رسالة قوية عن أهمية كسر الصمت وبيأكد إن المواجهة دايماً ليها تمن، لكنها ضرورية لتحقيق العدالة وحماية الضحايا. المسلسل مش بس قصة، بل صرخة بتصرخ فينا وتقول: صدقوا الطفل واسمعوه، وصدقوا الست اللي عايشة بخوفها سنين. التحرش مش حاجة نكتمها، دي جريمة، والصوت الضحية لازم يعلو مش يتكتم. المسلسل خلص بس الرسالة باقية، وكل أم وأب بعد ما شافوه بقوا يسألوا ولادهم: لو حد ضايقك قولي. لو مستني حاجة تكسر الدنيا ما تنساش تشترك في قناة مامو أفلام. هنا كل الجديد بأسلوب غير عادي.